السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات إيمان. كنتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. شي بعض المرات كنديروا شي حاجة وما كتستقلناش، بحال مثلا هاد السلو أولا الزميضة كنديروها، يا إما كنديروها ب داك الدقيق ولا الدقيق ديال الزرع، أولا كنديرو فيها العسل، هذا كيخليه شوية كتجي قاصحة هاد الزميضة، ولا كتجي ناشفة بزاف، كتجي فحال الرملة. إن شاء الله كاين واحد الحل. عندي هنايا واحد الزلافة ديال يا إما الزنجلان أولا كاوكاو أولا اللوز، أولا كنديروهم بثلاثة، كنحمروهم جيدا حتى كيولي سائل، يعني تتكون هاد العقدة جارية. كنشدو واحد الزلافة ديال هذيك العقدة، كان ماشي هي عقدة، فحال شكل كنقولوا بحال يعني واحد العجينة كتكون سائلة، يعني كتكون مدقوقة مزيان أولا مطحونة مزيان. وإلا كان عندنا هذاك مثلا داك زنجلان أولا كاوكاو أولا اللوز يعني ناشف حتى هو، كنزيدو واحد شوية ديال السكر وكنطحنوهم كاملين حتى كنحصلوا على هاد الخليط هذا اللي كيكون جاري، وكنضيفوه لهذاك السلو اللي عندنا ناشف، وكنمعكوه مزيان، يعني كنعجنوه مزيان مزيان باش كينسجموا مع بعضياتهم، وفي التالي كيعطينا واحد السلو اللي متماسك وكيجينا معلك حتى في الماكله ديالو كيجينا زوين بزاف. كنستمر في هذا الخليط، كنخلط هذا الخليط مزيان، ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد السلو اولا الزميصه. هذا هو الشكل النهائي ديال السلو ديالنا اولا الزميطه، كيتجي على هذا الشكل هذا. ملي كنضيفوا له داك العناصر اللي طحنا مزيان كيجي معلك كما كتلاحظوا، هانتوما كتشوفوا. كنتمنى تعجبكم هذه الطريقه هذه وديروا بحالها، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.